مساء الفل على الجميع. زي ما وعدناكم إن احنا هنحكي ونسرد قصة دخول العرب لمصر، ولماذا تواطأ المقوقس مع العرب ضد الرومانيين، مع انه روماني المفروض اللي كان يحصل غير كده. فالبداية ان المقوقس عينه الامبراطور هرقل، اللي كان منوط بحكم الامبراطورية الرومانية في ذلك الوقت، وعينه والي على مصر. وكلمة مقوقس في اللغة اليونانية معناها حاكم. والعرب وكان العرب بيسموه عظيم القبط، ولان كان في اشاعات طلعت على ان المقوقس اصله قبطي او مصري. فدي كان كل الاشاعات دي مش حقيقه، لان المقوقس اصله روماني، ولان الرومانيين لا يضعوا ثقتهم في اي شخص غير روماني يمسكوه ولايه من ولاياتهم. فكان المقوقس روماني وليس قبطي او مصري. طيب، ايه سبب تواطؤ المقوقس مع العرب؟ بيقول لك ان المقوقس كان محب جدا للمال، لدرجة ان هو كان بيجمع اموال الضرائب اللي بيجمعها من المصريين، واللي المفروض كان بيرسلها لخزينة الدولة الرومانية، الامبراطورية الرومانية، وكان بياخدها لنفسه، كان بيختلسها. والموضوع ده طول معاه كتير جدا، لدرجة ان الامبراطور هرقل عرف بالامر. وكان قد قرر الامبراطور هرقل ان هو يحاكمه امام القضاء. ولكن انشغال الامبراطور هرقل بالحرب على الفرس والفتوحات العربية الإسلامية في الدول المحيطة بمصر كان سبب في عدم إحضاره للمحاكمة. فقرر المقوقس إن هو يتعاون مع العرب ضد الإمبراطورية الرومانية وضد هرقل، عشان ينفد بجلده من المحاكمة والمساءلة اللي كان هيحاكمها له، او يعني اللي كان هيعملها له الامبراطور هرقل. ولان الفتوحات الاسلاميه والقوه والجيوش العربيه كانت في كل حروب كانت بتحمل رايات النصر زي ما بيقولوا، فقرر النبي محمد او اتبعت له رساله من العرب الى المقوقس بان هو يا اسلم، او يا اما يدخل في الاسلام، يا اما هتكون حرب داميه. ولكن بعت المقوقس رد على الرسالة، وبعت له كمان جاريتين منهم ماريا القبطية. ماريا القبطية اللي أخذها النبي محمد سرية عنده، وأنجب منها ولد طفل اسمه إبراهيم. ولكن إبراهيم مات في سن صغير. وعمرو بن العاص ابتدى يدخل مصر من ناحية العريش، وبعد كده دخل ناحية بلبيس. ولكن هل الأقباط سكتوا؟ لأ، كان في حركة ثورية يقودها 2 من الأقباط، واحد اسمه قزمان والتاني اسمه مينا. وكانت عبارة عن أقباط بس كانوا متدربين على القتال، وكانوا بيقاتلوا الرومانيين، وكانوا بيقاتلوا العرب في نفس الوقت. وده كان في عام 639 ميلاديا. ولما دخل مدينة بلبيس وجد فتاة في أحد المنازل تدعى أو تسمى أرمنوسة. أرمنوسة دي كانت بنت المقوقس، فأمر عمرو بن العاص إن هم ما يتعرضوش ليها بأي أذى، ويبعتوها للمقوقس آمنة سالمة. فكان المقوقس أخذ هذا التصرف كجميل لعمرو بن العاص، لدرجة إن هو كان بيقاتل العرب سوري، يعني بصورة ثورية، زي كده قصة العراق وهم بيقاتلوا الأمريكا في الاحتلال الأمريكي للعراق الأخير. احتلت الجيوش العربية الوجه البحري لمصر، وابتدوا يرتكبوا فيها فظائع كبيرة، وكانوا بيقتلوا كل من هو في الشارع أو في البيوت أو في الكنائس، ويهدموا الكنائس. وتقدم عمرو بن العاص إلى مدينة نقيوس، ففتك بأهلها ولم يترك أحد في الشارع.
وابتدى يهدم الكنائس، وصار يتقدم داخل البلاد حتى وصل إلى مدينة بابليون في قتال دام 6 شهور. في قتال دام 6 شهور. انتظروني في الحلقة الجاية بقى، فيها حاجات أروع.